حللتهم، ثم في عدة صحف سواء كان أجنبية أو عربية. أما بالنسبة لعادل إمام عنده الجرأة، هذا من صنف طبعا عنده الجرأة، فوضوي، بعدين عنده أشياء يعني دائما يحب يعني قدر يثبت نفسه، عنده الغرور هو ترى هو الزعيم. هو بقطع الألقاب هذه تعطى من الإعلام، ولكن نعم. هو معروف عنه. نجوى كرم، الفنانة نجوى كرم. نجوى كرم صور ايه رح استطيع نساعدك قد اشوفها، عرفت قدرت على اوصل؟ اي ما شفتهاش انا لحد يا ريت نعيد، يا ريت المخرج يعاود يعديها، لانه حاول لانه السرعه شويه ما تعطينيش يعني. نعم. بس انا بخزن الخبره نتاعي لان ما بعرفها يعني شخصيا. نعم. بس تقريبا بحسب الخبره مثلا شو بدنا نقول عن الفنانه بالنسبه الفنانه نجوى كرم في عده محطات طبعا تكلمت عنها وبعد صحف. نجوى كرم عندها تحب الظهور، عندها شيء تمتاز. من اي فئه هي بنقول؟ الفئه اي فئه؟ ايه هي فئه سي اجتماعيه جدا، وتحب الناس وتحب كذا وتحب تخدم. دائما السي يحب يخدم، مش اناني. الاي مش اناني ولكن خجول. فنجوى كرم من فئه سي. نعم. إذا دكتور مبارك كل الشكر والتقدير لك على حضورك للاستديو، أكيد ما في شك بأنها فقرة مميزة نحن نختم فيها برنامج يا هلا. أهلا وسهلا فيكم. إذا مشاهدينا مع هاي الفقرة نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. موعدنا يتجدد معاكم غدا في نفس الموعد، أكيد ذكريات بفقرات متميزة ومتنوعة. بالتأكيد ما زال مشاهدينا بإجابتنا الكثير بدوري أتمنى لكم بقية سهرة مميزة عبر خليجية، حيث ستتابعون بمشيئة الله بعد قليل حلقة جديدة من مسلسل أيام الولدنة، يتبعها حلقة جديدة من مسلسل شط اسكندرية، وفيما بعد أنتم على موعد مع حلقة جديدة من روتانا كوميدي مع زميلتنا داليا. بستودعكم الله، وإن شاء الله لنا لقاء جديد معكم ببرنامج يا هلا. إلى اللقاء.